إذا متابعينا الكرام غادي نشوفوا تفاصيل جديدة فيما يتعلق بالطريقة الجديدة التي سوف يتم تحويلها لمعبر حدودي جديد ما بين المغرب وموريتانيا كما ذكرنا في فيديوهات سابقة. فإذا غادي نشوفوا هذا الروبورتاج من القناة الأولى المغربية فيما يتعلق بتفاصيل أخرى حول هذا المشروع لنشاهد جميعا. المشروع بلغت نسبة أشغاله ما يقارب 90%. محمد مولود من لا يخاف ومحمد الدروسي. إلى العمق الإفريقي عبر الطريق البرية، هدف استراتيجي بأبعاد تنموية لشعوب المنطقة. من أجل ذلك يأتي ميلاد مشروع طرقي بإقليم السمارة عبر جماعتي أمقالة وتفاريتي باتجاه الحدود الموريتانية. تجاوزت هنا نسبة الأشغال بالمشروع الطرقي 90%. بالإضافة إلى ذلك قدمت تفاصيل مشروع إنجاز محطة طرقية بمرافق مختلفة بالجماعة الترابية أمقالة، ذلك من أجل توفير فضاءات ومرافق تراعي حاجيات مستعملي الطريق. هذا الورش هذا كيجي استكمالا لواحد المجموعه ديال المشاريع ديال بناء هذا المحور الطرقي اللي بدات من 2017، وهذه العمليه هذه تمت البرمجه ديالها في اطار برنامج عمل الوزاره برسم سنه 2024، واللي كتشارف على الانتهاء لان نسبه تقدم الاشغال بها وصلت 88%. هذا المشروع هذا يهدف اولا انه يعطي ارضيه وبنيه تحتيه في افق فتح معبر حدودي بين المغرب وموريتانيا. سمعتوا في أفق فتح معبر حدودي ما بين المغرب وموريتانيا. تأكيد رسمي متابعينا الكرام، تأكيد رسمي، معبر حدودي جديد مع موريتانيا. تكلمت على هذا الموضوع مرارا وتكرارا، تكلمت عليه في العديد من الفيديوهات، العديد اللي كانوا كيشككوا في ما كنت أقوله سابقا. ها هو التأكيد الرسمي، ها هو التأكيد الرسمي. عاودوا نسمع. تقدم الأشغال بها وصلت 88%. هذا المشروع هذا يهدف أولا أنه يعطي أرضية وبنية تحتية في أفق فتح معبر حدودي بين المغرب وموريتانيا. في أفق فتح معبر حدودي ما بين المغرب وموريتانيا. شوفوا راه الرؤية هي واضحة. الرؤية ديال جلالة الملك محمد السادس في الخطاب ديالو اللي أعلن فيها على منفذ نحو الأطلسي لدول الساحل والصحراء. أنا داك قلت لكم معابر حدودية جديدة مع موريتانيا، وما غاديش يكون معبر واحد، أنا كنقول جوج معابر على الأقل. كاين المعبر ديال السمارة أمقالة البير موغرين موريتانيا، كاين طريق ديال بير أنزران قليبة الفولة، ثم كذلك إلى الزويرات في موريتانيا أو إلى مناطق أخرى. وهادشي شنو معناته متابعينا الكرام؟ معناته المنطقة العازلة المنطقة العازلة نحو النهاية. ما كاينش منطقة عازلة، غادي تنتهي المنطقة العازلة. هادشي عييت ما نقولو، عييت ما نشرحو، عييت كذا، وكاين اللي كيقول لك لا راه كتزيد فيه، وهادي ها تصريح رسمي والحمد لله. تقدم الأشغال بها وصلت 88%. هذا المشروع هذا يهدف اولا انه يعطي ارضيه وبنيه تحتيه في افق فتح معبر حدودي بين المغرب وموريتانيا. هذا المشروع هو عباره عن 3500 متر مربع، كتندرج فيها محطه طرقيه مزوده بمرافق مثل مسجد وسكن وظيفي ومقهى، بالاضافه الى مرافق قرقرات جديد. ترجمة قرقرات جديد صحيه. تمكين الدول الإفريقية الغير ساحلية من الوصول إلى المحيط الأطلسي وتنمية الجماعات الترابية الحدودية، بالإضافة إلى تطوير وتنمية المبادلات التجارية مع تحفيز الأنشطة الاقتصادية، أهداف من بين أخرى يأتي هذا المشروع الطرقي من أجل تحقيقها ضمن عمل مشترك يتطلب تضافر جهود البلدان المجاورة من أجل تحقيق اتحاد إقليمي إفريقي يعتمد على تطوير اقتصادها من خلال رؤية مشتركة بأبعاد تنموية. معبر أمقالة يكتسي أهمية كبيرة لدى ساكنة إقليم السمارة. معبر أمقالة
جماعة أمقالة وكذلك الأقاليم الجنوبية بصفة عامة لما له من أبعاد ومن فوائد على هذه الربوع، خاصة أنه عند فتحه سوف يدفع بالتنمية الاقتصادية وكذلك بتشجيع الاستثمار، إضافة إلى تسهيل عمليات التبادل التجاري مما يسهل تدفق السلع والبضائع. سمارة مدينة كانت منقلقة، اليوم لتصبح مفتوحة على الحدود الموريتانية وعلى الجار والعمق الإفريقي، وهذه الطريقة اللي تلعب دور كبير في الاقتصاد جماعة سفارتي وامتصاص البطالة وتشغيل الشباب، وهذا مهم ودعمها مهم. مستعملو الطريق خاصة أصحاب سيارات الأجرة بإقليم السمارة يرون من خلال هذا المشروع بداية لمرحلة مهمة من التنمية المحلية التي تساهم في خلق رواج اقتصادي مع تشجيع الأنشطة التجارية بالجماعة الترابية القروية القريبة من الحدود الموريتانية. اولا احنا جد فخورين بعد بالانطلاقه تاع هذا المشروع تاع هذا الطريق اللي تزادنا الحمد لله في الديبار ديالنا، انه غادي يزيد ينور شويه بالنسبه للعمل ديالنا، والحمد لله احنا كنا محبوسين. هذه الطريق راه وسعت الديبار مزيان والطريق زينه الحمد لله وفرحانين بها 100%. مبادرة الملكية متبصرة برؤية تنموية تتجاوز الحدود الجغرافية وترسم معالم مرحلة جديدة من العمل القاري بإفريقيا، وتفتح آفاقا أوسع لتنمية البلدان مع ميلاد منافذ برية باتجاه المحيط الأطلسي لعديد الدول الإفريقية الداخلية. والهدف ميلاد منافذ برية، منافذ وليس منفذ واحد، منافذ. اللي قلت لكم أكثر من معبر حدودي، ما غاديش يكون معبر حدودي واحد، غادي يكونوا منافذ معابر مع موريتانيا. وهذا شيء منطقي، وهذا شيء منطقي. الهدف الاستراتيجي المحوري الذي تسعى إلى تحقيقه كافة المشاريع ضمن هذا الإطار تنمية الشعوب واتحاد البلدان الإفريقية ضمن رؤية أكثر شمولية تلبي تطلعات الشعوب الإفريقية. بالمناسبة نزيدكم معلومة أخرى، وهذه المعلومة عندي بالوثيقة موجودة. موريتانيا، السلطات في موريتانيا صادقت رسميا على المعبر الحدودي الجديد مع المغرب، المعبر الحدودي أمقالة مقرين. موريتانيا صادقت رسميا، وعندي الدليل بالحجة والوثيقة، مازال غادي نشرها لكم سابقا ان شاء الله، عفوا لاحقا ماشي سابقا، غادي نشرها لكم لاحقا. موريتانيا هي الاخرى الحكومه ديالها صادقت رسميا على المعبر الحدودي الجديد مع المغرب اللي هي كتسميه المعبر جرين، حنا غادي نسميوه معبر أمقالة بالجهه ديالنا. ما قلناه سابقا يتحقق الان، ومازال غادي نشوفوا بشريات اخرى، وخليكم قريبين من أناس تيوب باش نوافيكم بالمزيد من التفاصيل.